السلام عليكم. بعد ما كل الناس اتفرجت على فيلم هيبتا ونزلوا فيديوهاتهم عليه وتقريبا الناس قربت تنساه، انا لسه متفرج عليه امبارح. وعلشان تبقوا عارفين الفيديو ده مش هيكون ريفيو او مراجعه لفيلم هيبتا، لا، ولكن انا ممكن احرق حاجات في الفيلم لان الفيلم ليه دعوه بالموضوع اللي انا هتكلم عليه في الفيديو ده. والنهارده احنا هنتكلم عن الحب. يلا نبدأ. بصوا، خلوني في البداية اقول لكم ان بصراحة انا ما عجبنيش فيلم هيبتا. مش بقول ان هو فيلم وحش وكده، لا، ولكنه مش نوعية الفيلم اللي انا احب اتفرج عليها. انا شايفه من وجهة نظري تشيك فليك، بمعنى ان ممكن الفيلم ده البنات يستمتعوا بيه اكتر من الولاد. وانا ما بقولش كده كدعما للستيريوتايبنج ان البنات بيحبوا الافلام الرومانسية وكده، لا، انا بقول ده عن دليل. انا وانا بتفرج على الفيلم كان في 3 بنات قاعدين قدامي، وطول الفيلم حاطين باك جراوند ساوند زياده من عندهم طول الفيلم، اللي هو وغير كده الفيلم كان مليان حب في حب وعمق بقى، يا لهوي على عمق. يعني الشخصيه اللي كان عمرو يوسف بيعملها كانت عميقه، يعني لدرجه بيلبس نظاره شمس بالليل ودقنه كبيره. دام. وده بقى خلاني اسال سؤال، يعني ايه حب؟ ويكيبيديا بتقول ان الحب هو شعور بالانجذاب والاعجاب نحو شخص ما، تمام، او شيء ما. اوكي ماشي، زي ما قلنا قبل كده في ناس عندهم فيتشز غريبه عادي. المهم نرجع تاني للفيلم. الفيلم مبين لك ان الحب هو اهم حاجه في الدنيا، كل حاجه حب. يا لهوي الفيلم كيوت. بس الفكره هنا انا ممكن اقول لك على حاجات اهم واحسن من الحب. تعرف لما تشيل اللزقه من على حاجه جديده انت لسه شاريها، ده احسن من الحب. تعرف بتاع البلاستيك اللي بنقعد نفرقع فيه ده احسن من الحب. الملوخيه والفراخ والرز احسن من الحب. الشعور اللي بيجي لك لما الحلاق يجيب الماكينه كده ويعديها من ورا ودانك، ده احسن من الحب. الشعور اللي بيجي لك لما تفتكر حاجه او موقف حلو حصل لك قبل كده، ده احسن من الحب. وهنا نكون احنا وصلنا لمرحله من الفيديو اللي انا بعارض نفسي فيها، ودي النقطه، لان كل الحاجات اللي انا قلتها ليها علاقه نوعا ما بالحب، ولكن مش الحب اللي كان موجود في الفيلم. وده اللي انا عندي مشكله معاه، الحب الزياده عن اللزوم. يعني انت ممكن تحكي قصه حب عادي جدا، ولكن ما تخليهاش كلها حب في حب في حب، ما تحشرليش حب في كل حاجه، بس حب حب حب. طيب الحاجات اللي بتحصل في النص، فين حكايه القصه؟ مره واحده هم عادي وبعدين هم بيحبوا بعض. او ماي جاد سو كيوت. طيب ازاي حصل الكلام ده؟ ويبررها لك ازاي؟ يخلي حد من الجمهور اللي في المحاضره في الفيلم يسال السؤال اللي كل الناس اللي بتتفرج على الفيلم بتساله. لا، ما هي دي مش طريقه تبرر نفسك بيها. يعني let's be real، اوكي؟ احنا ناس ناشفه. يعني let's be real، مراحل الحب 7 مش دلوقتي، مش في الزمن ده. دلوقتي في مراحل للتظبيط على النت، في بعديها بقى بيجي مراحل الخرفنه، في حاجه دلوقتي اسمها الكات فيش، حد يقع في حب حاجه وهميه، وبعدين بقى نروح للعالم الحقيقي، وفي عندك الشبكه والمهر والحاجات الغريبه التانية دي. مره تانية اوضح واقول، انا ما بقولش ان الفيلم وحش، لا، يعني الفيلم كان فيه اخراج حلو وكان فيه تمثيل رائع، ولكنه مش الفيلم اللي انا اكون مهتم بيه. الحب حاجة مهمة، ولكن مش بالطريقة الزيادة عن اللزوم دي. وكمان احمد داوود هو ممثل حلو وكل حاجة، ولكن مش لايق عليه دور الكيوت والرومانسي. انا كل ما بشوفه على طول بفتكر ولاد رزق. والكل الناس اللي بتقول ان الفيلم مش للسنجل وانت مش هتستفيد حاجة لو اتفرجت عليه وانت سنجل، انا اتفرجت على الفيلم والفيلم الهمني ان انا اعمل الفيديو ده. ايوه. المهم، الحب موجود في كل حاجة في حياتنا، وكل واحد ليه وجهة نظر مختلفة في الحب، وبرضه مفيش حد هيقدر يفهم الحب كامل لأن هو حاجة أكبر مننا. عندي ليكم سؤال، هل انتوا تؤمنوا بفرضية السول ميت؟ بمعنى ان الكل شخص فينا ليه حد مكمل ليه، والمفروض أول لما يقابلوا بعض يقعوا في حب بعض.
ويبقى في كيمياء ما بينهم والجو ده. من وجهة نظري انا تقريبا انا مش عارف، انا ما عنديش اجابه كامله، علشان كده انا عايز اعرف اجابتكم واخد رايكم في الموضوع. قولوا لي ايه رايكم في موضوع السول ميت في الكومنتات بتاعه الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. انا ملاحظ ان انا بعدت فتره عن القناه، فعلشان كده عايزين نرجع التفاعل تاني في القناه، فخلونا نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك في اقل من اسبوع. ولو انت بتتفرج على الفيديو مش مشترك في القناه، اشترك في القناه. انا محمود اسماعيل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان نتكلم عن الحب تاني. سلام.